اهلا بيكم. معاكم نشوى عباس مصممة ديكوباج. النهارده هنتعلم نشتغل ديكوباج على المعدن او النحاس بالاخص، وهنعمل كنكه وسبرتيه. احنا داخلين على مناسبات جديده فممكن نهدي بيها حد واحنا رايحين، فهنتعلم ازاي نشتغل على النحاس. دي السبرتيه بتاعتنا. اول حاجه هعملها ان انا هداري الحاجات اللي انا مش عايزه الالوان تيجي عليها، زي دي عشان النار كده كده مش هينفع يبقى عليها الوان، والايد بتاعت السبرتيه بتاعتنا. فهبتدي اداريها بالسوليتاب زي ما انا داريت 2 بس قبل الحلقه عشان الوقت. هداري دي كده اهو، ولازم هصنفر النحاس بتاعي كويس قوي عشان اخشن السطح، عشان لما اجي ادهن الالوان تمسك على النحاس. الخطوه الثانيه ان انا هاسس الشغل بتاعي. هاسس بايه؟ هاسس بجيسو. التركه بقى اللي عندنا في شغل النحاس هي ايه بقى؟ ان انا مش هقدر ان انا ادهن الكنكه بتاعتي او السبرتايه النحاس او المعدن ان انا ادهنه بالفرشه، لان الفرشه هتعمل خطوط. فالشغل بتاعي بتاع المعدن لازم ادهنه عن طريق الدق. فممكن ادهنه يا اما بمدق السفنج، يا اما البديل ليه اي سفنج ممكن ادق بيه. فببتدي ان انا ادهن بالطريقه دي. هسيبها بقى تنشف كده شويه. واهم حاجه في شغل الديكوباج ان انا ادي كل مرحله وقتها، يعني ما بقاش عايزه اخلص بسرعه فما استناش ان الحاجه بتاعتي تنشف. لا، كل مرحله اسيبها تاخد وقتها براحتها خالص انها تنشف لغايه ما السبرتايه تنشف. هاسس الكنكه بتاعتي برضه عن طريق ده، ونفس الخطوه الاولانيه انا صنفرت النحاس بتاعي كويس قوي علشان الالوان تثبت عليه، وهبتدي ادهنها عن طريق الدق. انا ممكن استخدم على الكنك والسبرتات، ممكن استخدم مناديل ديكوباج عادي النابكن، وممكن استخدم بديل ان انا استخدم ورق الطباعه الليزر. تمام، ولازم الورق يكون ليزر. ممكن اخففه بالسوليتاب بالطريقه دي. انا جبت السوليتاب عادي اهو ولزقته على ظهر الورقه بتاعتي. تمام، وهاجي بشويش كده واسحب، هيطلع معايا الطبقه الثانيه بتاعه الورقه بالشكل ده. هبتدي اشوف انا مثلا محتاجه كام شكل عشان ابتدي ان انا اقوم مفرغاه. كده ده شكل الكف بتاعي اللي انا فرغته، وانا كنت مفرغه كذا شكل هنا اصغر، رفوف تانية اصغر شويه على قد الكنك والسبرتات. دلوقتي انا اخترت الرسمه دي، فلازم ان انا اعمل الكنكه او السبرتايه بتاعتي تكون الوان من نفس روح الرسمه، ابقى مختاره الواني من نفس روح الرسمه. انا اخترت ان انا ممكن اعمل اللون اللي هو البطيخي ده او اللون الروز الفاتح، بس انا بحب الالوان الغامقه، فانا هعمل اللون الاغمق درجه في الالوان الروز، اللون البطيخي ده شويه. فهبتدي اكون اللون بتاعي. هكونه ازاي؟ نفس البلاستيك الابيض اللي انا اشتغلت بيه، هجيب لون احمر، مركزات الوان احمر. وطبعا ممكن اشتغل بالوان اكريليك، بس احنا دايما بندور على البدايل، لان احنا المفروض بنعمل اعاده تدوير لحاجات عندنا قديمه، بنعمل هدايا لمناسبات فعايزين تكلفه اقل، فطبعا بستخدم البدايل عشان اوفر شويه في التكلفه. هحط اللون الاحمر بتاعي على البلاستيك الابيض لغايه لما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاه. دلوقتي انا الكنكه بتاعتي مش هينفع ان انا ادهنها كلها، هسيب الحته اللي فوق دي
علشان طبعا انا دي الحته اللي انا هحط منها القهوه، فمش هبقى حابه انها تبقى متعرضه لاي نوع من انواع ولا الالوان ولا الورنيش ولا اي حاجه خالص، علشان طبعا دي حاجه هتتشرب يعني. فطبعا علشان الالوان ما تجيش فيها ويبقى الشكل حلو، فانا عملتها بسولوتاب برضو، قفلتها بسولوتاب كده وهأسس حواليها. طبعا قفلتها علشان ايديا ما تجيش غصب عني وابقى مبطشه في الالوان كده. دلوقتي الكنكه بتاعتي هي كمان نشفت، هبتدي اديها اللون اللي انا عايزه اشتغل بيه. هدخل لون تاني مع اللون ده، انا اخترت اللون اللي في الكف ده. دلوقتي الحاجة بتاعتي نشفت، هبتدي بقى اعمل المرحلة اللي قبل الاخيرة، ان انا الزق التصميم بتاعي. انا اخترت الكف ده عملته بمقاسات، هلزقه كده. ممكن احط واحد هنا، هغمق المكان اللي فوق ده كده. دلوقتي بقى هنشوف الشكل النهائي، علشان لو في حاجات انا عايزه اظبطها هبتدي بقى اشيل كل السولوتاب اللي انا حطاه. هدي طبقه مثلا ورنيش واسيبها يوم تنشف، وادي تاني يوم طبقه تانية. انا دلوقتي علشان الوقت معايا هدي طبقه حمايه ورنيش السبراي ده بس، وانا برش وارد جدا السبراي ده يخش جوه الكنكه بتاعتي جوه. فلو دخل جوه انا عشان انضفها محتاجه مجهود جامد جدا، وممكن ابوظ كل الديكور اللي عليها. اقوم جايبه السولوتاب بتاعي تاني واقوم قافله الفتحه اللي فوق دي كلها. دي طبقه الحمايه اللي انا بديها. سيبها تنشف شويه، بياخد وقت شويه في النشفان، وبعد كده اديها طبقه تانية. يعني طبقات الحمايه بتاعه الكنكه والسبرتيه ممكن مرتين 3 4 مفيش مشكله. ده كده شكل الكنكه والسبرتيه. طبعا احنا لو دورنا في بيوت اهالينا او عندنا ممكن نلاقي الحاجات دي بقالها كتير وبطلنا نستخدمها. ممكن بقى نعمل لها اعاده تدوير كده، ونعمل لها بقى ديكوباج ونجدد الوانها، وتبقى بقى حاجه جديده بقى. يعني الحاجات دي يا جماعه مودرن جدا دلوقتي، والحاجات دي طلعت دلوقتي موضه. يعني زمان كانت الناس اللي الكنكه والسبرتيه دول احلى قهوه تتشرب طبعا، فالحاجات دي دلوقتي طلعت تاني، بس ممكن نعملها بقى بطريقتنا احنا بقى وعلى ذوقنا والالوان المناسبه لينا.